أنا اسمي هند. اتجوزت تقريبا من 6 7 سنين ابن خالتي، شاب محترم وكان أكبر مني ب3 سنين، وكان شغال وقتها في القرى السياحية. اتجوزت وأنا مفهمش حاجة في أي حاجة، ولا على الجواز ولا على أي شيء. ما كنتش أعرف يعني ايه حب، وعمري ما فكرت في ابن خالتي ده إذا كان يعني كويس ولا لأ. كان بالنسبة لي شكله حلو ومحترم وبس كده، معرفش تفاصيل كتير عنه. كنت عاملة زي بنات كتير، مش فارقة معايا أي حاجة غير إن أنا أتجوز زي كل البنات، والبس الدبلة اللي بتحلم بيها كل واحدة، والبس فستان الفرح اللي بتتمناه كل عروسة، وبس كده. لكن هتجوز مين وهعيش ازاي؟ ما كانش عندي أي أحلام في دي. لما تقدم لي ابن خالتي وعرفت منهم من أهله إن هم في أرياف، يعني عيلة خالتي لما اتجوزت واحد عندهم بهايم وأرض وكل ده، فكانوا أهله بيشتغلوا في الغيط والناس لازم تراعي البهايم بتاعتها. أنا ما كانش عندي أي فكرة عن الكلام ده خالص، لكن وقتها برضو قالولي إن ابن خالتك ملهوش دعوة بكل ده، وإن هو راجل شغال في السياحة ومن زمان معجبوش الجو ده أبدا، واختار إن هو حياته تبقى كده، فهو مش زيهم. وقتها معلقتش ولا قلت أي شيء، اكتفيت بالسكوت وما فكرتش في أي حاجة. وعدت الأيام وأنا كنت جميلة قوي، وكان شكلي فعلا مبهر. كنت كده زي لهطة القشطة زي ما بيقولوا. كان كل العيلة تتهبل على شكلي، وخصوصا لما نبقى في تجمعات وتكون فيها بنات وابقى سايبة شعر. كان وقتها بيقعدوا يقولولي والله العظيم انتي عاملة زي نجمات السينما، وفيكي شبه كبير جدا من نجلاء فتحي. العينين الواسعة والبق المسمسم والبياض والشعر الناعم. طبعا وقتها كنت بفرح وبنبسط. شخصيتي كانت منطوية قوي، رغم ان انا انسانة فكاهية وبحب الضحك وبحب الهزار، بس في البيت وبس. ما بحبش اخرج زي بقية البنات ولا اتفسح ولا اي حاجة من دي. ورغم عشقي للمكياج، لكن كان بيبقى في اوضتي وبس قدام مرايتي الصغيرة، اعمل المكياج وامسحه تاني، لان نادرا لما كنت بخرج اصلا من البيت. كنت من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت، غير كده مفيش. خلصت يا دوبك تعليمي ورحت متجوزة على طول. وقعدت الجوازة وكل حاجة كانت طبيعية، مفيش أي حاجة لا حلوة ولا وحشة، كله زي بعضه. عدت بيا الأيام وأنا عايشة مع جوزي، وكان هو طبعا وقتها شغال زي ما قلتلكم في السياحة في الغردقة. حياتنا كانت مستقرة وما فيهاش أي تجديد ولا أي حاجة، بس المهم إن هي كانت حياة مستقرة جدا وقتها. لكن يا جماعة بعد يا دوبك ما خلفت، اتبدلت حياتي واتغيرت ملامحها، وكل ده بسبب السياحة. السياحة قلت بقى، والشغل مش زي الأول، وناس كتير اتصفت في المكان اللي شغال فيه. وقتها طبعا اضطرينا ان احنا ننزل تاني على بلدنا. ورجعت انا طبعا مع بيت العيلة، ووقتها كان واجب عليا ان انا اشتغل في شغل الفلاحة ونروح الغيط، ونقضي اليوم كله في الشمس وفي التعب من الفجر لحد العشاء. نبقى بنشتغل في الفلاحة، من مراعية لشغل لأرض لأكل وشرب، كل حاجة بقى. زي ما انتم فاهمين الموضوع كان صعب، كان صعب عليا قوي. انا مش متعودة على كده، والعمر كان في خيالي ان انا اتحط في الموضوع ده. ولما وافقت على جوزي، كنت وقتها عارفة ان هو بعيد عن كل ده، لكن طبعا هو بالنسبة له عادي. عادي لما رجعنا وكان بيشتغل معاهم، وطبعا وقتها كان لازم ان انا كمان اكون معاه. وبدأت الخلافات، وبدأ ان هو غصني بالكلام، ودايما يقولي امال انت لازمتك ايه، امال انت بتعملي ايه، امال انت مراضية ازاي. كنت بقوله انا غصب عني، انا مش متعودة. قالي لازم تتعودي علشان خاطر الفلوس، علشان احنا محتاجينها. وقتها كان معايا ولد وبنت صغيرين، لان انا خلفت على طول، وطبعا انا انجبرت ان انا اكون معاه في كل الغلب ده. عشت معاه اوقات وكنت كرهاها جدا. بدأت اخد بالي من حاجات كتير جدا في شخصيته، منها ان هو بخيل جلدة، وبيحب الفلوس زي عينيه. كنت دايما محتاجة، وكنت دايما معذورة، وكنت دايما محتاجة فلوس.
وأبويا من وقت للتاني كان بيبعتلي، ولما كنت أقوله يا بابا أنا مش محتاجة حاجة علشان محسسوش بأي شيء ولا تقل عليه، كان برضه بيبعتلي. وانتم عارفين ان العيال بتعوز كتير، وانا جوزي كان بخيل جدا رغم ان هم ارياف وعندهم الخير كتير، بس ما كانش فيهم ميزة الكرم بتاعة الارياف اللي احنا عارفينها، اللي انت تروح في اي وقت لازم الاكل والشرب والحياة الكويسة، لان كان ماسك علينا جدا. ومعرفش ليه، هل ده كان طبع فيه من قبلها ولا بس لما السياحة عملت كده وشغله اتغير؟ الصراحة ما خدتش بالي، وعدت أيام كتير كلها شبه بعض، ومفيش فيها أي جديد ولا أي حاجة تتذكر غير الخلافات والزعيق اللي كان بينا. كان دايما في بينا خلافات وزعيق، واتصالات بأبويا اللي كان دايما بيطلب مني إن هو يساعدني، وكنت أنا بوهمه إن أنا عايشة مبسوطة ومرتاحة. والحمد لله، ولحد دلوقتي أنا كنت مخلصة جدا لجوزي، ما حصلش أي مشكلة تخليني أفكر حتى إن أنا أخونه، ولا حتى جه في بالي في مرة إن أنا ممكن أخون جوزي أبدا. لكن اللي حصل بعد كده كان غريب، غريب حتى على تفكيري وغريب عليا. وفي يوم كنت تعبانة قوي قوي ومريضة، وحل عليا التعب، واحنا في الأماكن الأرياف والشعبية يمكن كمان لما بنتعب بنروح الصيدلية أغلبنا يعني، ولا بيروح يكشف ولا بيروح مستشفى إلا لو حاجة خطيرة بقى ما كنتش قادر. وكالعادة رحت الصيدلية لأن أصلا صبري بيحبني أروح الصيدلية. رحت علشان أشوف مالي واخد حاجة. كنت بروح صيدلية معينة أنا عارفاها. دخلت وغير العادة لقيت دكتور عمري ما شفته قبل كده، غير اللي أنا متعودة عليهم. كان شكله مبهر قوي، وكان وشه فيه طلة جميلة، وكانت عينيه ملونة وشعره أشقر، بس في بياض في شكله، في حاجة مريحة في وشه أنا مش فاهماها. وأول ما شفته من هنا ارتحتله واطمنتله من هنا، معرفش كنت متنحاله كده ليه. وقفت واتكلم معاه واشتكيله من اللي أنا حاسة بيه، ولما رد عليا وسمعت صوته حسيت بانجذاب مش طبيعي. حسيت ان انا اللي بتكلم، انا بتكلم مع انسان راقي مثقف طيب هادي خجول. معرفش جبت منين كل المواصفات والشعور اللي انا حسيته من ناحيته ده. ولقيت نفسي موهومة كده وتايهة وانا واقفة بكلمه. ورجعت تاني نفسي للواقع واخدت علاجي ومشيت. وسألت وقتها مين ده؟ قالولي ده الدكتور الجديد، وقالولي ان هو اشترى الصيدلية دي بدل الدكاترة التانيين، وان هو عنده صيدلية تانية، وان هو دكتور كبير جدا جدا. روحت البيت وانا تايهة مش عارفة مالي. وفي ظرف صغير جدا كل المنطقة اللي احنا فيها بقيت معجبة قوي قوي بالدكتور ده، اللي هو الدكتور أحمد. الدكتور أحمد اللي خلى الناس كلها تحبه وتحترمه في وقت قليل. كان شاطر وعنده طولة بال ومريح جدا لأي حد